على ايد ابراهيم نور الدين لنادي سموحه، وشاف التعريض اللي حصل في المباراه لنادي الزمالك، طلب من الاتحاد الافريقي لكره القدم تغيير طاقم التحكيم اللي هيدير مباراته مع نادي الزمالك 25 فبراير. قبل الكارثه بايام تقدم للاتحاد الافريقي في منتهى الهدوء كده ان هو عايز يغير الطاقم التحكيمي اللي هيدير مباراته مع نادي الزمالك يوم 25 فبراير. رضوان جيد، رضوان جيد ليه سابقه كبيره جدا مع نادي الزمالك والترجي الموسم اللي قبل اللي فات، لما اهدى نادي الزمالك الفوز على الترجي. نادي الزمالك فرحان برضوان جيد، فرحان فرح كبير جدا، لكن نادي الترجي مش عايزه. ولا افتكر لك ايه يا بصره وكل عضه بتمع، بيقولوها كده برضه. طبعا نادي الترجي مش قادر ينسى مباراته مع نادي الزمالك في القاهره 2020. طبعا كلنا عارفين المباراه دي اللي كان نادي الترجي متقدم فيها على نادي الزمالك 1-0 للدقيقه 70، يعني باقي 20 دقيقه على نهايه المباراه، وكان رضوان جيد هو حكم هذا اللقاء عندما جامل نادي الزمالك في فاول على اشرف بن شرقي اللي ساعتها جاب نادي الزمالك فيه هدف التعادل. فاول واضح وضوح الشمس، ولما اعترضوا لعيبه نادي الترجي طرد منهم لاعب. واحداث المباراه اسفرت عن ان الزمالك يكسب 3-1، وطرد منهم 3 أو 4 لاعبين كانوا قاعدين بره على الدكه. ناس كانت عنيفه جدا من رضوان جيد ضد لاعبي الترجي في هذه المباراه، وعشان كده كانت المجامله باينه قوي لنادي الزمالك. بعد ما كان متاخر 1-0 رجعه تاني للقاء وكسب 3-1 في هذه المباراه. فعشان كده نادي الترجي مش عايز رضوان جيد يكون حكم لهذه المباراه، يعني ريح دماغه بمعنى اصح. تفتكروا الاتحاد الافريقي ممكن يهديهم ابراهيم نور الدين عشان يلعب المباراه دي؟ بيتهيألي الترجي يوافق، لان الترجي برضه حبيب الاثنين، يعني ابراهيم نور الدين حبيب الترجي وحبيب الزمالك، الاثنين جاملهم مجامله فجه جدا جدا جدا. كلنا عارفين المجامله اللي ابراهيم نور الدين عملها لنادي الترجي، فممكن هو يوافق على ابراهيم نور الدين بس ما يوافقش على رضوان جيد. كمان بالمناسبه اللي هيحكم ماتش مباراه الاهلي مع صن داونز 25 فبراير هو سيمبا. طبعا كلنا عارفينه، الحكم ده ليه كوارث جامده جدا مع النادي الاهلي وخصوصا مع صن داونز. هو ما فيش في القاره السمراء حكم لمباراه الاهلي وصن داونز غير سيمبا. ده حاجه غريبه جدا جدا جدا. الحكم ده خسرنا نهائي افريقيا مرتين، مره مع الوداد في القاهره ومره مع الترجي في تونس، ومفيش غيره في القاره يجيبوا لي النادي الاهلي وقدام صن داونز كمان. حاجه غريبه جدا جدا، مش عارف مين اللي بيعاند النادي الاهلي بهذه الطريقه. طبعا كلنا عارفينه. هو ده برضو الحكم اللي مخسرنا الماتش الاخير في بريتوريا امام صن داونز الموسم اللي فات على طول، وما حسبلناش ركله جزاء واضحه وضوح الشمس. الحكم سيمبا ده حاجه غريبه جدا جدا، وكأن مفيش في القاره السوداء غير الحكم ده يحكم للنادي الاهلي مباراته مع صن داونز. علامه استفهام. من الاخر كده يا جماعه، وهقولها علنا، هاني ابو ريده وعصام عبد الفتاح بيعملوا كل حاجه في لجنه التحكيم الافريقيه، كل حاجه بيعملوها عشان يوقفوا انتصارات النادي الاهلي. كل حاجه، كل ما استطاعوا يعملوه عصام عبد الفتاح وهاني ابو ريده، كل حاجه في لجنه التحكيم الافريقيه عشان يوقفوا انتصارات النادي الاهلي. حاجه غريبه جدا. بدل ما يحموا انديه بلدهم بيحاربوها. سبحان الله. عشان كده امبارح لما الكابتن احمد شوبير في برنامجه قال ان هاني ابو ريده نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هو اللي هيتفاوض مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي بأنه يشارك النادي الأهلي في البطولة العربية، أنا بقول لكم من هنا دلوقتي النادي الأهلي بنسبة كبيرة جدا لن يشارك في هذه البطولة، وسوف يعتذر النادي الأهلي، مش هيوافق النادي الأهلي إنه يشترك في البطولة دي طالما أبو ريده اللي بيحارب الأهلي من 20 أو 30 سنة، من يوم ما مسك ودخل الاتحاد الأفريقي وهو بيحارب النادي الأهلي، والنادي الأهلي عارف بكده. فغالبا مش هيوافق النادي الاهلي انه يشارك في البطوله دي عشان خاطر عصام عبد الفتاح وهاني ابو ريده. وبالنسبه لياسر ابراهيم والنادي الاهلي رسميا ان شاء الله
ياسر ابراهيم مكمل مع النادي الاهلي رسميا لمده 2026، لمده 3 سنوات. اتفق خلاص مع امير توفيق انه مجدد عقده لمده 3 سنوات كمان، يعني هيكون في النادي الاهلي لسنه 2026. داخليات العقد مش عندنا، النادي الاهلي ما بيرضش عقود لاعيبته، فعشان كده مش هنقدر نجتهد ونقول ياسر ابراهيم اتفق على مبالغ او فلوس او اي حاجه من دي. النادي الاهلي تملي على طول الخط لاعيبته، محدش يعرف بتاخد كام ولا الراتب بتاعها كام ولا عرض شروط ولا كلام من ده. هو بس يتعمل له كده، بس امضي يا ياسر، ياسر يمضي على طول. غير ياسر برضو اي لاعب في النادي الاهلي يتمنى ان هو يمضي مع النادي الاهلي لنهايه حياته الكرويه. اي لاعب كده. انت ما بتلعبش في اي نادي، انت بتلعب في احسن انديه الدنيا، في احسن انديه الدنيا. سبحان الله، في انديه تانية يعني ما هيش عارفه تمضي لعبتها سنه قدام سنه قدام. وعيب عليك برضه نائب رئيس نادي الهلال انه يطلع بتصريحات زي دي ويقول ان الاتحاد الافريقي حرمه من جمهوره في ملعبه. حرمكم ازاي يعني؟ انا مش فاهم. طب ما انتم بقالكم كام سنه الاتحاد الافريقي بيقول لكم جهزوا الملعب، جهزوا الملعب عشان تلعبوا عليه. هو انت عايز ما تذاكرش وتنجح؟ يعني انت عايز ما تذاكرش وتدخل الامتحان وتنجح؟ ما تجهز ملعبك. ملعبك لا يصلح، او مواصفات الملعب ما تسمحش ان انت تدخل جمهور. انت عايز تدخل جمهور، اعمل مواصفات اللي الاتحاد قال لك عليها. ما عملتش، مفيش جمهور هيدخل. ده كويس ان انت لعبت على ارضك اصلا، كويس ان انت لعبت على ارضك. وبعدين انت ما تنساش ان انت شاحد الاتحاد، شحدته من انه يلعب في الملعب ده عشان يروح يلعب في ليبيا. يعني انت شحدته. خلي بالك، خلي بالك، انت بتخلق حاجات يعني ملهاش لازمه. اظبط ملعبك، اجعل ملعبك يعني ينطبق على مواصفات الاتحاد الافريقي اللي قال لك اعملها، وانت كده دخل جمهورك والعب براحتك عليه. انما انت عايز ما تذاكرش وتنجح. الله، حاجه غريبه جدا. تصريحات مش لطيفه، وتصريحات غير منطقيه بالمره. ويقول لك ايه؟ يقول لك ده الاتحاد الافريقي بيجامل النادي الاهلي عشان يصالحوا بعد ما السنه اللي فاتت لما لعبوا على في المغرب الماتش النهائي، فبيجي على دماغنا احنا ونظريه المؤامره. نظريه المؤامره اللي متصدره من مصر للدول العربيه كلها، ان الاهلي ده يعني اخد حقه في افريقيا وفي مصر وفي كل الدنيا. هي دي نظريه المؤامره اللي مصدراها جماهير الزمالك وقناه نادي الزمالك، اللي مصدراها على طول، وقايمين بدور المظلومين، الملائكه المظلومه، يعني بريء، المظلوم البريء. مصدرين على طول ان نظريه المؤامره دي ان النادي الاهلي اخد حقه جوه وبره. عشان كده الاتحاد الافريقي مانع جماهير نادي الهلال ان هي تحضر المباراه. حاجه غريبه جدا. لا تعليق على هذا الامر، لا تعليق.